قبل السوق الرئيسي في البحرين كان في منطقة المنامة، والباقي محلات صغيرة منتشرة في الديرة. بس مع التطور العمراني في البحرين ازدادت الأسواق، وصار في كل مكان شارع تجاري، وللأسف بعض الشوارع التجارية تم الترخيص لها بعشوائية، فبدل ما يكون لها مردود إيجابي بالاقتصاد صار لها مردود سلبي على الناس. في كل هالشوارع التجارية واللي صارت خلال السنين اللي طافت بعشوائية، نشوف محلات متداخلة مع البيوت والزحمة واصلة لنهاية الشارع. قررنا نسوي تجربة بسيطة، إن نوقف نطلب في نص الشارع مثل ما البعض يسوي، بس قبل لا نصور صارت قدامنا تجربتين واقعيتين، واحدة لسيارة عادية والثانية لسيارة كبيرة. وبعد ما طلبوا ومشوا بدينا تجربتنا. ويا 2 كرك ويب في شيبس امان، شباتي شيبس امان 1. الناس بدأت تتملل، ويات وحدة كلمتنا مشتطة من اللي صار، أما الباقي فكانوا ينطرون بدون لا حول لهم ولا قوة، وإذا زعلوا كلش طقوا هرانة. المواقف صعبة، ازعاج دائما من الصبح، لأن عشوائي، العملية عشوائية، يعني أتمنى لو كانت مرتبة أحسن من كذي. هاي الشيء زين بالنسبة لنا يعني كاستمر، يعني المحلات قريبة من بيوتنا، نروح حق المحلات اللي نبيها، كل شيء موجود عندنا. بس من جانب آخر إنه صار يعني أوقات وايد أنت مستعجل يصير لك هالشارع، يعني خلاص تسكر الشارع وزحمة، السيايير يعني اللي بيطلب له شاي، اللي بياكل له شاي، اللي بياخذ له غراض يوقف على الشارع ويعطل اللوانم. يكون في ترتيب خاص لهالمحلات من عشان ما تأذي الجيران ولا تأذي الناس الساكنين او القاطنين في هالمنطقة. وكثرة الشكاوي ساعات توصلنا يعني في المساجد ونسمع من الناس يعني بسبة ضيق الشوارع. هالظاهرة أصبح من الصعوبة معالجتها إلا بتدخل الدولة، بس على الأقل نعلق جرس حتى لا تكون في أي شوارع عشوائية جديدة في البحرين.